السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم زهره من قناه الات شيوات زهره. اليوم البنات غنوجد لكم واحد العجين مورق اسهل ما يكون، واخا تكوني مبتدئه ما نطولش عليكم، ندوزو مباشره المقادير والطريقه. وفي الفيديو الثاني غنوريكم شنو عملت بالعجين المورق، وريكم اشكال وانواع اللي خرجت من هذا العجين المورق. بسم الله على بركه الله. غندخل المقادير والطريقه مباشره البنات. في قصريه درت نص كيلو ديال الفورص، 4 معالق ديال الزيت، اي بالمعلقه هذاك الشيء بالعبار، معلقه الثانيه ومعلقه الثالثه ومعلقه الرابعه. ودرت البنات شويه الملحه وغنبسبسوها، وكان نص كيلو ديال الفورص في 4 معالق ديال الزيت، واحد شويه ديال الملحه. من بعد غنزيدو 2 معالق كبار ديال الخل، هاي المعلقه الاولى، غنزيدو معلقه الثانيه. المقادير اللي فيها قليله البنات واسهل ما يكون، واخا تكوني مبتدئه ما فيهاش العذاب. انا النوع اللي ما تجي اي حاجه فيها عجين مورق ما كنهرب منها، ولكن هاد الطريقه سهله. من بعد كتجمعي ما بارد وتكون عجينه قاصحه، يعني غير بالرشه بشويه بشويه. الفيديو هنا قدامكم البنات بالطريقه، يعني عملت بخطوه بخطوه. خصوصا المبتدئات غيجيهم اسهل ما يكون هذا العجين المورق، ما فيها لا عذاب، ما فيها لا خشي في الثلاجه مره الاولى مره الثانيه. صافي هي كتجمعيها. شوفوا العجينه راه باينه انها راه قاصحه. صافي هذاك الشويه اللي غندير واحد رشه خفيفه ديال الماء كما كتشوفوا البنات في الفيديو. صافي غتجمع وغتبقى تدلك فيها، تعجنها شويه رغم ان العجينه قاصحه. يعني غير جربوها البنات، هاد العجين المورق كتجي اسهل ما يكون وكتعملي. وبامكانك غنوريكم الطريقه، يعني كتحتفظي فيها في المجمد، وقت ما بغيتيها كتخرجيها وكتخدمي اشكال اللي بغيتي. الفيديو الثاني غنعطيكم اشكال شنو خدمت فيها. هاي شي البنات انا كتشوفوا يعني كتحط صباع، يعني عجينه قاصحه. من بعد كتسرحي هذيك العجينه، وكتاخدي ديك 4 ديال الزبده كما قلت لكم، نص كيلو الفورص في 4 ديال الزبده. وهذيك الزبده احسن لو خليتها في الثلاجه. وكتجيبي واحد الحكاكه، نتوما غتشوفوها البنات في الفيديو. هاي كتحكيها من الجهه الغليظه، صافي كتحكيها كامله، كتغطي هذيك العجينه بها اللي سرحتي. هاي كلها غتغطى هذيك العجينه كلها، الا كتبعدي غير شويه من الجناب اما كما كتشوفوا في الفيديو. صافي كتسرحيها، صافي كتلويها بحال غديري شي حاجه ملفوفه. اي كتبقى تلوي فيها حتى اخر العجينه، يعني كتلوي اللويه غاده معاها بشويه بشويه. يعني غتجربوها ان شاء الله هاد العجين المورق وغيجيكم ساهل، غتبقاو ديما معتمدين عليها. هي صافي كتجمعيها، صافي كتسرحيها، ما كتبقاش هادي طوي عقبي تبقاي طوي. غتسرحها بالمدلك، غتبقى بالمدلك وكتبقى تنزل عليها بالمدلك شويه باش كتدخل هذيك الزبده بين هذيك العجينه. صافي وكتبقاي تسرحيها كطول هادشي البنات، كتسرحيها كطول. مازال كتسرح فيها. انا النوع اللي كتجيني عجينه مورق صعيبه، ماشي صعيبه في هذا، في التماره بصراحه، غير في التماره ما كنبغيش نديرها، ولكن هاد الطريقه اسهل ما يكون. واي حاجه خدمتي فيها كتجي منفوخه ومرقه، واحد القرمشه فيها، يعني غزاله. يعني ولو تكوني مبتدئه يعني غديريها. وشحال من مره واحد حتى الطيات كتنساي شحال من طويه، شحال من درتي من الطويه، شحال من الاولى الثانيه. هادي انا كنوريكم فيديو مباشره يعني ما قطعتش الفيديو. صافي كتنيها بحال كتني الاولى وتقتلي معها جهه ثانيه. من بعد ثاني كتسرحيها ثاني كطول، ثاني مني طواتها عقبات ثاني سرحتها ثاني على طول. بغيتي ديري 2 دورات ديري 2 دورات، يعني غير هاد مره ومره ثانيه صافي، وكتجي مورقه. بغيتي ديري 3 ديري 3 على حسب اللي بغيتي. غير هاد الطريقه صافي ملي كتسرحيها طول كتني الجهه الاولى كتعلى الجهه الثانيه، كتسرحي مره ثانيه كتسرحيها بحال هكا، ثاني كتجمعيها. بغيتي ديري على 2 خطرات كما قلت البنات، او ديري على 3 خطرات. بغيتي حتى 4 خطرات ديريها. انا هنا
درت غير 2 خطرات. المره الاولى درت انا، درت 2 خطرات. هنا الاخت دارت 3 الخطرات، وكتجيو غزاله 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 غزاله. ما نقولش لكم البنات. واحد العجين مورق تخدمي بها الحلو والمالح، وتحتفظي بها حتى في رمضان ان شاء الله. تحتفظي بالعجين وكتخرجيها ترخف غير شويه، وكتخدمها كانك يلا خدمتيها الاشكال اللي بغيتي تخرجيها. هادشي البنات ما فيهاش هذه طوي وتسرحي، غير هكا صافي غتسرحها صافي. وهي غتزيد، هي هنا غتزيد 3 خطرات، يعني بامكانك دير غير 2 خطرات ولا 3. غنخليكم على الفيديو غتشوفوا كامل الطريقه دابا مفهومه. انا هذه هي الطريقه اللي كاينه. صافي وغتدخلها للثلاجه. صافي حتى كتشد راسها، كتقسمها على شحال من الطرف دير في البلاستيكه على حساب الخدمه اللي غتخدمي. انا خليتها مجموعه كلها، نتوما غتشوفوا انا خليتها كلها مجموعه. ملي غتسرحها صافي غتخليها غنجمعها نطويها وغنخشيها في الثلاجه. ها هي دابا صافي دابا غتنيها دابا بحال هكايا وغندخلها للثلاجه. ملي كتدخلها للثلاجه وملي كتشد راسها صافي خدمي فيها كما بغيتي، صافي كما بغيتي خدمي فيها. والشكل ديالها غنوريها لكم، غنقطعها باش تشوفوا الشكل ديالها كي داير. ملي كنقسمها على جوج هنا البنات باش خديتها بلاستيكه ودخلت للثلاجه. انا شوفوا البنات ملي قطعتها جات كلها العجين كلها جات مورقه. نقول لكم البنات مع السلامه. ما تنسوش ديروا واحد التعليق زوين، وفي الفيديو الثاني غنعطيكم الاشكال شنو عملت في هذا العجين المورق وبالحلو والمالح غيجيو غزال.